الماتشات السنة دي صعبة، حتى لو انت قلت ان الكل استعد بقوة من خلال صفقات. واكثر الناس اللي استعدوا بقوة الحقيقة الاهلي، طبعا بصفقاته النارية. الزمالك بعدد صفقاته اللي الكل حاطط فيها امل، طبعا كل جماهير الزمالكاويه حاطه امل، واداره نادي الزمالك حاطه امل كبير جدا. احنا بنتكلم عدد من الصفقات: عمرو ناصر، احمد ربيع، تشيكوبانزا، المهدي سليمان، وداي الدباغ، لاعب برازيلي لسه طبعا مخلصينه امبارح الزمالك. فكلهم امل على ان النهارده يتبان اللعيبه دي بشكل جيد. لكن في الاخر واحد لعيب جه بفلوس كتير ممكن يخلص الدوري ايا كان اسمه، لان في الاخر المهارات والفروقات الفرديه هي اللي بتخلص في الدوري الممتاز ده. الفكره في اللعب الجماعي ما بقتش موجوده في الدوري المصري زي زمان. عشان كده الصفقات اللي مفروض كبيره هي اللي تجيب الدوري لانديتها. يعني مثلا هتقول لي زيزو، تريزيجيه، عوده ديانج، اشرف بن شرقي، دول يجيبوا للاهلي الدوري مستريح. على الجانب الاخر بيراميدز ما جابش كتير. يعني بيراميدز لما جاب دي سيلفا وصفقة تانية زيكو، زيكا ولا ايه. فالموضوع بالنسبة ليه البيراميدز الحقيقة برضو ما زودش في عدد الصفقات. فبالتالي الصفقات هنا اللي ليها اسماء وليها صفات فردية وتقدر تشتغل جماعي مع الفريق، ده في حد ذاته هو اللي هيكسب اي فرقه في كل مبارياتها. وطبعا بقى بالتالي ما دام احنا بنتكلم عن الاهلي والمنافسه مع بيراميدز والزمالك، روح بقى لمنطقه ايه؟ الجماهير والاستقرار سواء فني او اداري، والمؤسسيه اللي موجوده دي بتساعد بنسبه كبيره جدا جدا الحصول على بطوله الدوري. والتوقع الكبير مش هيبقى سهل، مش هتبقى الامور زي ما انتم متخيلين مع مجموعه اللعيبه، لان في ناس قالت اول ما الصفقات بتاعت الاهلي جت محدش هيقدر يقف قدام الاهلي. لا، كل مباراه وليها ظروفها، وما نعرفش ايه ممكن يحصل. ممكن اللعيب مش في حالته، في اصابه، في ايقاف، ايا كان. في ماتشات هتبقى صعبه جدا جدا بحكم الدوري بقى وحكم نظامه، وان الفرق اللي غلطت السنه اللي فاتت مش هتغلط السنه دي، عشان ما تتحطش في مواقف صعبه زي ما حصل في الدوري وتم الغاء الدوري او تم الغاء الهبوط، سوري، عشان خاطر في فرق كبيره كانت ممكن تنزل. فاعتقد الماتشات هتبقى صعبه السنه دي، مفيش ماتش سهل. بدايه من النهارده كده هنشوف ماتشات قويه. الصفقات هيبقى ليها عامل كبير جدا جدا جدا، والضغوطات هتبقى عليها كبيره جدا. يعني الضغوط على زيزو وعلى بن شرقي وعلى تريزيجيه وعلى عوده اليو ديانج للاهلي هتبقى صعبه جدا، لان اي يوم في تعادل او يعني خساره هتبقى الامور جمهور الاهلي مش هيستحمل الحقيقه. الجانب الاخر برضو نفس الشيء الزمالك، لان جماهير الزمالك منتظره ان يبقى في يعني رد فعل للصفقات دي في الملعب ويشوفوها بشكل كويس. بيراميدز الحقيقه شغال على الهادي، يعني الامور بالنسبه له هاديه قوي قوي قوي، وفرصه ممكن كمان السنه دي تكون كبيره والمنافسه تبقى قويه الحقيقه ما بينه وما بين الاهلي. هكون معاكم في فيديو ما بعد المباراه والمباريات كلها، يعني نبقى معاكم كده ونحلل الماتشات سوا سوا هنا على الصفحه بتاعتنا ان شاء الله. وبالتالي طبعا كل سنه وانتم طيبين، وموسم جديد، موسم الدوري المصري.